دكتور احمد، حضرتك دكتور علاج الم؟ ايوه. يعني كل الالام حضرتك بتعرف تتعامل معاها؟ ان شاء الله كل الالام المزمنه. كل الالام المزمنه. طيب لو مريض عنده حزام ناري حضرتك هتقدر تساعده ازاي؟ هو الحزام الناري ده من اقوى الالام اللي موجوده. ده سببه بيبقى فيروس بقاله فتره كبيره، وبعد كده اعاده تنشيط بسبب ضعف مناعه او سكر او حاجه، وبيعمل التهاب شديد في العصب وبيعمل الام عصبيه شديده جدا. ممكن يجي في الوش، يجي في الصدر، يجي في البطن، ايا كان المنطقه. طبعا بيبدا الاول اثار الفيروس تظهر زي فقاقيع كده بسيطه مكان الفيروس، ولما المريض بياخد علاج الفيروس الاثار دي بتختفي، ولكن اللي بيتبقى هو الالم. ظاهره بنسميها بالعربي الحزام الناري واسمها بوست هيربيتيك نيورالجيا. طبعا هي مؤلمه جدا لدرجه ان في مرضى بنصرف لهم ادويه شديده زي الترامادول والليريكا والكلام ده كله، ومع ذلك برضو الالم ما بيتحسنش عندهم. احنا اهم حاجه في الحاله دي ان المريض يعالج الالم من اول يوم، يعني اول ما يجيله الالم لازم يتعالج، لان لو الالم فات عليه 3 أو 6 شهور بيبدا يتحول بعد كده لحاجه اسمها الم مزمن، وبيبقى علاجه صعب جدا. ولو فات عليه سنه بيبقى علاجه اصعب بكتير وبيحتاج حاجات ادفانسد ان احنا نعملها. طبعا اول ما المريض بيجي لي العياده عنده حزام ناري بنبدا معاه بحاجه اسمها حقن حوالين جذور الاعصاب، والحقن دوت بيبقى يشمل زي مواد مضاده للالتهاب ومواد مخدره بسيطه تهدي من التهاب العصب وتقلل الالم كتير عند المريض. ممكن نكرر الحقن دوت يعني لحد مثلا ممكن 3 مرات. لو الالم اتحسن الحمد لله كده تمام، ولكن لو الالم استمر، يعني راحه الالم تستمر فتره صغيره واحتاجنا ان احنا نكرر الحقن اكتر من مره، بنعمل له حاجه اسمها تردد حراري. التردد الحراري لو اتعمل في السنه الاولى بيجيب نتائج هايله جدا، ودي حاجه مهمه جدا بنبهها لكل مريض عنده حزام ناري ان هو ما يتاخرش، لان التاخير في العلاج بيخلي النتائج بعد كده مش كويسه. التردد الحراري طبعا زي ما احنا عارفين ده حاجه بسيطه جدا، بيبقى عباره عن ابر بنيجي جنب العصب وبنبدا نعمل موجات كهرومغناطيسيه حوالين العصب بتهدي من التهاب العصب، تعمل له رينوديوليشن، ونتائجه هايله جدا، وخاصه زي ما قلنا في الشهور الاولى، والالم بيبدا يقل جدا عند المريض ويتحسن بعد كده.